بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض، والنهاردة جايلكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم وينال قبول منكم. يلا بينا هنسمي بالله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف الفيديو بتاعي النهاردة. بيتهيألي انتوا عرفتوا انا هعمل ايه. زي ما انتوا شايفين الكرنباية القمر الجميلة دي، هي دي ان شاء الله البطل بتاع النهاردة. زي ما انتوا شايفين بوريكم ازاي تكون الكرومبا دي مليانة. بصوا ما شاء الله، حطيت ايدي كده عليها مليانة بسم الله ما شاء الله، مش فاضية من قلبها ما شاء الله. ابتديت بعد كده، ابتديت اشيل الورق اللي هو المقطع اللي مش نظيف، اللي طبعا كان معاها وهي عند البياع. طبعا حطيتها في الشارع، حطيتها على ترابيزة، حطيتها في الارض، ايا كان حطيتها فين، فالورق ده مش نظيف، فببتدي اتخلى عنه خالص. طيب ايه مستلزمات الكرومبة تاني يا ام محمد؟ مستلزمات الكرومبة طبعا الخضرة والقوطة زي ما انتوا شايفين كده. يبقى احنا جبنا الكرومبة وجبنا الخضرة وجبنا القوطة. الخضرة دي عبارة عن شبت وكزبرة وبقدونس. وكل ما تكتري في الخضرة كل ما تديكي نتائج أحسن، وكل برضو ما تكتري في القوطة كل ما تديكي نتائج أحسن ما شاء الله. شايفين جبت القوطة ما شاء الله. القوطة رخصت يا ولاد، جايبة كيلو وربع ب10 جنيه ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين وصلت معايا لحد هنا. ما تنسينيش في اللايك بصي والشير بوريكي بسم الله ما شاء وتفعيل الله، زر وحطي الجرس ايدي عليها عشان من فوق يوصلك كده مني مليانة ما اي شاء الله، فيديو جديد. مش فاضية بسم الله ما شاء الله. ودي الكرومبة اللي انت المفروض ان انت تختاريها. لو انت حطيتي ايدك زي ما انا حطيت ايدي كده عليها من فوق لقيتها فاضية من النص كده تبقى فاضية وما فيهاش ورق. لكن مليانة ما شاء الله، تحسيها كده تقيلة بسم الله ما شاء الله ومليانة. مش مشكلة كبيرة عليكي، مش مشكلة. انت اسلقي، وبعد ما تسلقي الحاجة الزيادة او الكمية الزيادة اللي انت مش عايزاها في استهلاك اليوم بتاعك، ممكن تحطيها في التلاجة. فرزيها، حطيها في كيس فرزيها وشيليها في التلاجة، هتنفع معاكي المرة اللي جاية. وزي ما انت شايفة كده الورق اللي ملهوش اي لازمة هنبتدي نطلعه ونرميه طبعا. زي ما انت شايفة دي الاوراق اللي من بره، الكرومبة من بره بكسرها كده وبشيلها. دي طبعا هتترمي مش هنستخدمها يا جماعة، لان الكرومبة اكيد كانت في الارض او كانت يعني متعرضة لميكروبات واتربة وايدين ناس ومتعرضة لحاجات كتير. وهو كده كده ورقها لك مفهوش اوراق يعني. شيلي وارمي كل الحاجات دي اللي ملهاش لازمة، دي شيليها وارميها لحد ما توصلي للورقة النظيفة اللي انت حاسة ان هي نظيفة، وان هي انت تطيب نفسك ان انت تستخدميها وتحشيها، عشان دي هتكون اكلك انت وولادك. بعد كده بالسكينة كده من فوق من عند الراس شيلي الراس وابتدي بقى ايه، اضغطي بالسكينة كده عليها من فوق على الزوايا بتاعتها كده من فوق. هتلاقيها طلعت ورقة ورا التانية لحد ما تتفك منك. فكفكيها كده قبل ما تبتدي تشتغلي بالراحة عشان ما تتقطعش منك، لان هي لما تكون مليانة كمان بتبقى متعبة برضو. خدي بالك من القصة دي. ما بتكون مليانة بتبقى عايزة راحة شديدة جدا ان انت تطلعي الورق من فوق كده ومن تحت بالراحة عشان ما يتشرخش ويتقطع منك زي ما انت شايف. طبعا بتتسيسي عليها بتطلع حلوة وبتطلع الورقة سليمة مش مقطعة. هناخد كل الورقة كده ونقطعه زي ما انت شايفة، تهزيها كده تخبطي عليها وتهزيها عشان تساعدي نفسك وانت بتطلعي الورق. في ناس بتمسك الكرومبة كلها بتروح مسقطاها في المية، بتطلع معاها فعلا ورقة ورقة، بس الكلام ده بتكون ورقة كرومبة صغيرة. بصي ما شاء الله. طبعا انتي خلعتيها الاول بالسكينة من فوق من عند الراس بتاعتها. فكفكتيها كده بالسكينة. فبتبتدي بصي زي ما انت شايفة كده ما شاء الله. بصي بتخلعيها لحد اخر ورقة اهي. بصي مجرد تحطي السكينة كده تروح طالعة معاكي. بصي ما شاء الله.
بعد كده جبنا حلة حطينا فيها المية طبعا وحطينا ملح، سيبناها تغلي وابتدينا نجيب في الكرنب. بعد ما فرطنا ورقة ورقة، بتحطي الورقة ورا التانية ورا التالتة كده لحد ما يدبلوا معاكي وتبتدي تغطسيهم في المية. أول ما بيغطسوا كلهم كده تبتدي ان انتي تقلبي على الوش التاني عشان تطلعي اول ورقة حطيتيها زي ما انت شايفة كده. تطلعي طبعا الورقة الأولانية والتانية والتالتة وكل الورق اللي انت حطيتيه لحد ما تخلصي، وهتبتدي تعيدي الكرة مرة تانية بنفس الطريقة. تحطي كده تسيبيها لما تدبل شوية، اوعي تضغطي عليها وهي ناشفة هتتقطع منك وهيطلع عليها البخار فهينومها جوه المية. فتغطسيها وتحطي التانية عليها والتالتة والرابعة قد ما بتشيل الحلة اللي انت حاطة فيها المية بتاعتك. زي ما قلنا الحلة فيها ملح يا جماعة، لابد انك تحطي ملح في الحلة بتاعتك بتاعة المية. طلعنا طبعا زي ما انت شايفة، وكل شوية احنا بنعيد تاني بنفس النمط كل مرة بنفس النمط لحد ما هنخلص الكمية بتاعتنا. أول ما بتحطي آخر ورقة بتبتدي تقلبي عشان تطلعي الورقة الأول. وبعد ما خلصنا خالص من سلق الكرنب كده وخلصنا الكمية بتاعتنا كلها، تعالوا نشوف هنعمل ايه. طبعا انا خلصت كمية بس خليت لكم كده كام ورقة تشوفوني هعمل فيهم ايه. بجيب الورقة كده وبتنيها وبطلع منها اللي هو العرق الكبير ده او العصاية زي ما انتوا تسموها، الله اعلم تسموها ايه، عرق سموها عصاية زي ما تسموها. بتنيها نصين وبالسكينة كده وبجيبها من تحت زي ما انتوا شايفين كده، من يعني اكبر حتة فيها خلاص كده بقيت مفيش، واروح اقطعاها كده اللي هي العصاية اللي انتوا شايفينها معايا دي زي ما انتوا شايفين كده. اوريكم واحدة تانية وواحدة تالتة كده. بصوا بجيبها كده وبروح تانياها نصين زي ما انتوا شايفين كده. بس معلش عشان انا ايد فيها التليفون اللي بصور بيه والايد التانية شغالة، انا فردتها اهو عشان تشوفوها. اللي هو العرق اللي في النص ده يا جماعة، ده بتنيها، تنيتها كده بجيبها بتنيها وباجي كده اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا بصوا، هو ده اللي هي العصاية دي يا جماعة، او العرق الكبير اللي في النص ده بشيله بالسكينة كده. ايوه زي ما انتوا بصوا طالع ازاي، هو ده. بتخلص منه كده من الورقة زي ما انتوا شايفين. من كل الاوراق طبعا بجيب كل ورقة وبشيل منها العرق اللي انتوا شايفينه ده لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. وزي ما انتوا شايفين اهو، اوريها لكم مرة تانية. معلش يا جماعة لو في ايموجينات ولا حاجة دي ببقى في حاجة يعني غير لائقة بداريها او ايدي باينة زيادة او كده. العرق الكبير اللي احنا بنطلعه من كل ورقة ده هنجمع العروق دي يا جماعة كلها مش هنرميها، هنعمل بيها حاجة كويسة، هنعمل بيها مخلل. تحطي عليها ملح وهتحطي عليها مية وهتحطيها في مكان وتغطيه في معون يعني برطمان او كده وتغطيه وهتسيبيه. مش بياخد وقت يعني، انت لو عملتيه الصبح الليل ممكن تاكلي منه او تاني يوم ممكن تاكلي منه. تقطعيها كده نصين وتحطيها في برطمان وعليها الملح زي ما قلتلك، وهتبقى مخلل حلو جدا محبوب يعني وحلو وقيم. ما ترميش الحاجات دي، خليكي ست بيت شاطرة كده وما ترميش حاجة. انا بحطهم كده تمهيدا طبعا لان انا هخليله. عايزه اقولك ان احنا كلنا منه مع المحشي لان انا طبعا عملت المحشي بالليل وفي الظهر تاني يوم. ولو كانت عجباكي فكرة المحشي المخلل من من عروق عروق الكرنب دي الكرنب. اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك اي جديد. اكتبي لي كومنت كويس، شيري الفكرة دي لكل اللي تحبيهم عشان خاطر طبعا كلنا عارفين العروق دي احنا بنرميها لكن احنا هنستفيد منها. جبنا الحلة اللي هنعمل فيها التسبيكة بتاعت
تسبيكة الكرنب. وعملت فيها بصلة متوسطة كده، قطعت فيها بصلة متوسطة، وهجيب الزيت هحطه على البصل عشان اشوح البصلة كده لحد ما تاخد معايا اللون الذهبي. ابتدت تدخل معايا على اللون اللي انا عايزاه خلاص، عشان احضر بعد كده الصلصة بتاعتي. وهجيب الصلصة واروح حطاها، كفاية كده اللون ده حلو قوي قوي، مش عايزة ازود عن كده. حطيت الصلصة، اسيبها كده تخدع مع بعض كده 3 4 غلوات كده، مش كتير يا جماعة. طبعا الصلصة دي انا كنت عاملاها في البيت يا جماعة، فمصلصة شوية يعني. فهزود شوية من المية بس كده لانها جامدة جدا. لكن انتي لو بتعملي قوطة طبعا ما تزوديش شوية المية دول، ما تزوديش حاجة. هجيب الرز طبعا وهضيفه خلاص للصلصة بعد ما غليت كام غلوة كده. هقلب الرز كده مع الصلصة كده، مش عايزة يعني ياخد غلوات كتير، هي غلوة واحدة بس كفاية. مش عايزة اسوي الرز يا جماعة، غلوة واحدة بس كفاية. تمام. متنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني اي فيديو جديد. اجيب الخضرة زي ما انتوا شايفين، غسلتها وقطعتها وصفيتها زي ما انتوا شايفين كده. ابتدي اضيفها على تسبيكة الرز بتاعي بالصلصة، بقلب كده. عايزة تديها يعني تقليبة على النار، اوكي ماشي. بس يفضل ان انتي يعني بعد ما تطفي، يفضل الخطوة دي بعد ما تطفي النار عشان الخضار ما يتبلش منك اوي. هو لسه كمان هيستوي، عشان ما يبقاش دبلان اوي. تقلبي كده تمام، تقلبي الخضار مع الرز مع تسبيكة الصلصة. شوفي ما شاء الله الريحة تبارك الرحمن، جايبة اخر الشارع ما شاء الله. جبت بقى كزبرة ومعلقة كزبرة كده، على معلقة فلفل اسمر، فلفل على فكرة ده يا جماعة بس باين فاتح قوي، على شوية كمون قليلين مش كتير. هضيفهم طبعا للخلطة بتاعتي دي، اضافة نكهات يعني. كزبرة وفلفل اسمر وكمون بسيط. واقلب برضو تاني كده، اقلب عشان يختلط كله مع بعضه ويمتزج كله ببعضه. زي ما انت شايفة بالطريقة دي، كله كده بيبقى متساوي، الخضرة مع التوابل مع الرز مع الصلصة. وهنبتدي نجيب الكرنب بقى ونقعد كده ونبتدي نديها محشي. طبعا حشيت وخليت شوية قليلين كده بعد ما خلصت. زي ما انتوا شايفين كده، بجيب الورقة وبقطعها قطع صغيرة على قد ما انا عايزة. بصوا زي كده، وبحط حتة او شوية الرز كده على طرف ايدي، وببتدي الف زي ما انتوا شايفين كده، وبقفلها من الجناب عشان ما تنزلش رز. اوريكم تاني انا بعمل ازاي. بصوا ما شاء الله، بفرد الورقة كده على طرف ايدي، باخد شوية رز صغيرين على طرف الورقة من فوق، وببتدي ألف زي ما انت شايفة بنفس النمط ونفس الطريقة دي كده، بسحبها كده من الجناب عشان لو عليها رز ولا حاجة. اوريكي تاني، بصي ايه، لف كده ايه. موضوع مش صعب ولا حاجة وسهل جدا، بس تتعودي عليه، خصوصا بنوتاتنا الصغيرين يا جماعة. عايزة اقولك لا، عايزة اقول لأي ام، جرأي بنتك على المطبخ، ما تفتخريش انها ما بتعملش، وان انتي مدلعاها، وان انتي مش مخليها تعمل حاجة. بنتك لو وزيرة هتشتغل في المطبخ، بنتك لو دكتورة هتشتغل في المطبخ، بنتك لو رئيسة وزراء هتشتغل في المطبخ. فجرئيها على المطبخ. المطبخ بالنسبة لها أول حاجة، أو أول اهتمام بالنسبة ليها في حياتها، أول حاجة. آه،
جرأيها ان هي تعمل كل حاجة، مفيش حاجة اسمها ما تعرفش، مفيش حاجة اسمها ان انتي مدلعاها. اعرف ناس كتير تقولك انا ما بدخلش بنتي المطبخ، تبقى مخطوبة وداخلة على الجواز وتقولك انا ما بدخلش بنتي المطبخ. طب حتى لو هو راضي وهو خطيبها واخداه الجلالة زي ما بيقولوا، بس بمجرد ما هتدخل بيته ويحس ان هي ما بتعملش حاجة هيبتدي يتضايق منها وهتبتدي المشاكل بينهم. ليه؟ لانك انت ما عودتهاش ان هي تكون ست بيت. طب هتجوزيها ليه؟ علميها ازاي تكون ست بيت عشان لما تيجي تتجوز تكون ست بيت محترمة او ست بيت قادرة ان هي تقود بيتها وتعمل كل حاجة جوه البيت. زي ما انت شفت كده عملنا المحشي ولفيناه بمنتهى السهولة زي ما انت شايفة. ابتدي اسقيه بشوربة بمية واحط عليها مرقة دجاج. مفيش حاجة هتوقفنا يا جماعة، مفيش حاجة اسمها مفيش شوربة، لا، اي حاجة اسقيه بشوربة تكون بتغلي او مية بتغلي وحط عليها مكعب مرقة دجاج. بس انا منصحش والله باستخدام مرقة الدجاج. هغطيها كده بالورق الاخضر بتاع الكرنبة، هسيبها حوالي ساعة، هخليها تغلي غلوتين كده، وبعد كده هوطي النار جدا جدا عليها خالص يعني ولحد تاخد معايا ساعة بالظبط. وبعدين هبتدي ابص عليها الاقيها ان شاء الله استوت. بس هيكون على نار هادية. الشوربة اللي انا هحطها يا دوب يا دوب كده تكون مش مغطية، يعني تحت الصف الاولاني من صوابع الكرنب. غطيها بالورق الاخضر بدل الطبق، واغطي بالغطا بتاعها واسيبها وغطي النار مسافة ساعة، هلاقيها ان شاء الله استوت وزي الفل باذن الله تعالى. زي ما انت شايفة كده اهو. ووطي النار جدا 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 واسيبها ساعة. وده شكل الكرنب بتاعنا يا جماعة بعد ما استوى ما شاء الله لا قوة الا بالله. مستوي جدا وزي الفل، هوريهولك ما شاء الله. بصي تبارك الرحمن، مستوي ما شاء الله، الرزاية متفلفلة ومستوية، وكمان الورقة مستوية جدا. الورقة مستوية والكرنبة او صباع الكرنب مستوي جدا ما شاء الله. زي ما انت شايفة كده هوريكي كمان الرز من جوه ما شاء الله شكله ايه. بصي متفلفل جدا، مجرد ما قطعتها كده بالشوكة اتقطعت، لان الورق بتاعنا مستوي والرز بصي ما شاء الله مستوي جدا ما شاء الله. الريحة تبارك الرحمن، اللهم بارك بالهنا والشفا. بصي بسم الله ما شاء الله، ما تستصعبيش. شوفي ما شاء الله مستوية جدا جدا، الرز مستوي مفلفل، الورق مستوي بمجرد ما كده بيتقطع مش شادد ولا اي حاجة. زي ما انت شايفة بألف هنا وشفا. قومي اتنشطي، قومي، الكرنب مش صعب. بس خدي القرار يلا وقومي اعملي. ما شاء الله طبعا كلنا عارفين ريحة الكرنب بتبقى شكلها ايه ومشهية وجميلة ما شاء الله. يلا متنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، شير الفيديو لو الفيديو عجبك. شوف الفيديو كله ان شاء الله هتلاقي فيه حاجات هتعجبك ان شاء الله وهتكون مفيدة بالنسبة لك. هسيبك في حفظ الله ورعايته، واستنيني الفيديو اللي جاي ان شاء الله. فيديوهات تانية تكون احسن واحسن ان شاء الله تعالى. الى اللقاء في حفظ الله وامانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.